السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم السيد إيغري عمر، رئيس جمعية بيت الخير للتنمية الاجتماعية ومنسق المنتدى الوطني للحريات وحقوق الإنسان ومراسل صحفي. تنتوج الآن بإقامة بيت الخير بسيدي مومن، بالضبط في تقاطع محمد بن عدادة وشارع النهضة. من هذا المنبر يعني حنا تنددوا وتنشجبوا يعني هاد المسؤولين ديال مقاطعة سيدي مومن. هذا الشيء من اللهم إنا منكر من 2006 وحنا تنديروا شكايات، وفي 2015 درنا ثاني شكايات عاودناهم ولكن بدون جدوى. هاد الناس يلاه يعني تيزفتوا الازقه ديال الناس ديالهم، ديال المستشارين ديالهم والاعضاء وهذه، وعينا من نهضروا معاهم وعود كاذبه، وعود كاذبه. اللهم ان هذا منكر. راه حنا في 2025 والناس تتعاني. الا بغيتي تدوز راه خاصك حفره، خاصك دير بوط باش تدوز. الا ما درتي بوط راك ما تدوش. وعينا هاد الناس ما نطلبوا فيهم ونديروا شكايات وتعطيونا وعود كاذبه. في هذه المقاعده سيدي مومن ما دايرين حتى شي خدمه، يلاه مقابلين لنا الحفلات ما نذكروش عليهم. شي حاجه اخرى راها ما كايناش. يكذب عليك كذاب بان كاينه شي تنميه ولا كاينه شي حاجه في سيدي مومن. كاينه شي حاجه اللي تتهم هما بعضياتهم ولا شي حاجه اللي تيتقاسموها، اما شي حاجه اللي تتهم منطقه ديال سيدي مومن راها ما كايناش. تنقول لك عينا ما نديروا في الشكايات والوعود الكاذبه. دابا في هذا الشتاء عباد الله غرقوا، الدراري الصغار مساكن تمحنوا، الناس الكبار الا بغاو يدوزوا تيلقاو مشقه باش غادي يدوزوا وما كاينه لا استجابه نهائيا. تنطالبوا من هذا المنبر بالتدخل ديال السيد رئيس الجماعه ديال سيدي مومن. كاينين شكايات، شحال من شكايه درنا وجاو هنا وداروا معاينه وصافي، قال لك راه حنا غادي نديروا غادي نفعلوا. واش تيسناو؟ واش الانتخابات بغا يلعبوا عليها ولا اشنو هو؟ ما فهمتش انا هذا. حشوم وعار 2025 وباقيين حنا تنعيشوا في هاد الاوساخ القذره وباقيين تنعيشوا في هذا. وتيقول لك تنشوفوا بان حنا المبادره ديال صاحب الجلاله تيوصيهم ولكن هما ما تينفذوش. صاحب الجلاله مع المواطن وهما ما تيديروش الكلام ديالو. من هنايا ياك فهمتي غادي نتجمعوا، غادي نديروا وقفه احتجاجيه. سمعتيني؟ غادي نديروا وقفه احتجاجيه امام الجماعه ياك فهمتي. احنا دابا هذا نداء لهم، راك الا ما استجبتوش حنا غادي نديروا واحد الوقفه احتجاجيه ياك فهمتي في الجماعه ونمشيو لمجلس المدينه وجميع الابواب غادي ندقوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.